تم استدعاء امبارح للتحقيق بعد دورية شرطة على بيتي عشان يقدموا لي ورقة استدعاء. دخلت على التحقيق اليوم، طبعا كان في انتظار تقريبا ساعة انتظار برا. بعدين دخلونا على غرفة التحقيق، وكان المحقق يعني أخذ فترة طويلة وعم بيكتب بحضر شي كمان نص ساعة أو 3/4 الساعة، واستنيت. وبعدين كمان تم الاستمرارية بالتحقيق البطيء جدا والممل التهمة كانت هي تهمة، يعني أنا سألته هل أنا متهمة؟ قال لي أنت متهمة بأنك سافرت إلى دولة عدوة اللي هي سوريا. وكان في التقرير انه انتماء لمنظمه او هيك. قلت له انا طبعا جاوبت انه انا سافرت في قافله اغاثه اللي هي كانت تحمل اغاثه انسانيه، وهي قافله دوليه فيها من كل بلدان العالم، من كندا، من انجلترا، من المانيا، من كل بلدان العالم. تحمل اغاثه انسانيه محض، من مستلزمات اطفال لاغاثه طبيه، تطعيمات، خيام، فرشات، بطانيات للنازحين السوريين على الحدود التركية السورية. فيعني حكيت وضحت النقطة انه هاي القافلة مش وراها ولا اي جهة سياسية، هي قافلة إغاثة إنسانية محض. هلا يعني اللي بيختار هذا الطريق يعني أول شيء متوقع مفتوح على كل الاحتمالات. ثاني شغلة أنا مؤمنة بكل خطوة أنا بخطو فيها من اللحظة اللي وعيت فيها على هاي الدنيا، لأني مؤمنة بكل خطوة. أكيد أنا بعرف حالي شو بعمل. لما شاركت بهاي القافلة شاركت بكامل إرادتي، لأنه الموضوع كان إنساني، مساعدة نازحين أطفال بيعانوا من كارثة إنسانية. شاركت فيها. ممكن يكون أي إنسان بالدنيا أكيد بحب يكون محلي وكمان يكون هو مشارك في مساعدة ودعم النازحين السوريين. بالنهاية كان إنه تم تحذيري، إنه تبليغي إنه أنا ممنوعة أسافر إلى بلد عدو، وبهاي الحالة هو سوريا. قلت له أنا تم وصل يعني تبليغك، وتشير المحامي على